يعني بتصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. ما عنا حطب. أنا بابا شهيد، قبل ما يموت كان عنا عطول حطب، كان يدفينا عطول، كنا دفيانين على زمان بابا. بس هلا كل شي خرب، صار بابا بمحل ونحن بمحل. طيب يا عمو نحن شو ذنبنا نبرد؟ هيك الأولاد عندي عندهم أب هيك عايشين ولا مثلنا؟ طيب يا عمو ابنك نام مرة بس مرة بدون أكل هو بردان؟ طبعا لا. شو ذنبنا نحن؟ هذه القصيدة ردة فعلي بعد ما شفت هذا الموقف، ويقول له: يا ربي يا سامع دعاء كل مظلوم، يا سامع المحتاج وقت الضرورة، أنت الذي عندك دواء كل مهموم، وأنت الذي عندك دواء سروره. يقول أبو صدام: ما ذاقت النوم عيني وأنا أشعر بعيني خطورة، طفلة توضح حالها جانب القوم، أخرى توضح عينها كل صورة. قال: طفلة توضح حالها جانب القوم، وأخرى توضح عينها كل صورة، دموع تنزل والذي أنزل الروم، خلى الدموع ما توقف عبوره. الفقر ذي خلى بها القلب مهموم، ويتيم أب ما هي لبعده صبوره، والبرد ما خفف عليهم ولا يوم، يذبح ويذبل طلته من زهوره، حياتهم ما بين ضايق محروم، وما بين فاقد بالحشاية شعوره، وما بين فاقد بالحشاية شعوره. وسلامته.